سلام الاصدقاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نزلوا دابا تابوناو في لاشين وديروا بزاف ديال لي لايك ودوزوا عندي الانستغرام تابوناو عندي وسولوني اي تساؤل راه كنجاوب تما وكنجاوب حتى لي كومونتير. الوغ نبداو الفيديو ديالنا. هذا الفيديو هذا غادي يكون على واحد البروبليم اللي كيلقاوه الناس ديال الاولى باك، سيرتو الاولى باك كيلقاو مشكل كيفاش يوازنوا بين المواد ديال الجهوي والمواد العلميه بحكم انهم سيونتيفيك. الوغ دوك المواد عليهم عامل كبير و سي جهوي اللي قرب ما بقى ليه والو. وسيرتو هذا المشكل هذا كنلقاوه في الدوره الثانيه، حيت كيكون الجهوي ما بقى ليه والو، صافي وصلت الوقيته ديالو كنشوفوا الوقت داركنا. وسي المواد العلميه مهمين بزاف. دونك كيفاش غنحلوا هذا المشكل؟ كيفاش الطريقه اللي اعتمدت عليها انا باش ما لقيتش مشكل؟ قدرت انني نجيب مزيان مونسيون في الجهوي، نجيب اوسي مزيان في الدوره وما لقاش مشكل في البكالوريا. حيت هاد الدروس هادو علاش هما مهمين؟ لانهم هما دوك الدروس ديال الماط والفيزيك كنكملوهم العام الجاي، ماشي كيعاودوا لك الدرس من جديد ولا دروس اخرين ما عندهمش علاقه بالاولى باك. لا، سورتو الماط والفيزيك كنبداوهم راهم تقريبا بحال عام واحد، كنبداوهم في الاولى باك كنكملوهم في الثانيه باك. ففاش كطلع العام الجاي وكتدخل مثلا الدرس ديال الاشتقاق ولا لي ديريفي، دونك كتدخل كيبدا الاستاذ كيشرح حوايج اخرين، يعني ما كيبقاش كيعاود لك داكشي من الاول، فانت ما كتفهم والو لانك ما شديتي والو في الاولى باك. كتلقى مشكل كتبقى مخربق، كيدوز عندك العام كامل هكاك. ماشي بحال الا شديتي مزيان الدروس ديالك في الاولى باك وعاد دخلتي الثانيه باك مهني كتكمل الدروس وغادي مزيان، لان الاستاذ ما كيلقاش الوقت باش انه يعاود لك الدروس من جديد ويبدا كيشرح لك، لانه فريمون كيكون الضغط بزاف في الباك اكثر من الاولى باك. وشنو هي الطريقه اللي كنت كنعتمد عليها انا؟ في الصباح كنراجع المواد ديال الجهوي، وفي العشيه كنراجع المواد العلميه ديال 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 الاولى باك. كنراجع المات فيزيك، كنخدم دي سيري في العشيه. وفي الصباح كنحفظ الاجتماعيات التربيه الاسلاميه بحال هكا. ولكن اهم حاجه هي الاستمراريه، ديروا غير ساعه في الصباح وساعه في العشيه وخدام عليها طيله المده. هذا الشيء اللي بقى طيله هذه المده اللي بقات للامتحان غادي تجيبوا مزيان وغادي تقدروا انكم توفقوا بيناتهم. ولكن الا كنتي كتخدم نهار وكتحبس السيمانه، نهار كتخدم فيه بزاف شارجي والسيمانه كامله كتخليها هكاك، فهذه ماشي خدمه وما كنضمنش لك بانك غادي توصل للنوت اللي انت باغيها وحاطها كهدف بغيتي تجيبها. الا بغيتي تجيبها خصك الاستمراريه، اهم حاجه هي الاستمرار. زيروا راسكم راه ما بقى والو، يعني ما كاينش شي حاجه كيفاش نستمر. حاجه تخليك تستمر هي انه ما بقاش اصلا الوقت باش انك تفكر. دونك فوالا، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وهذا الشيء اللي كان فيه. كنتمنى انه يعجبكم، ولا حسيتوا براسكم استفدتوا واخا غير شويه حاولوا تبارطاجيو لي فيديو اللي كنحط لكم. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في لي جروب في اي بلاصه، المهم باش تعم الفائده واخا مع واحد ولا جوج، مع اي واحد تقدروا انكم تحسوا بانه غادي يستافد من هذا الفيديو. وما تقولش بلاتي راه هذا غير بارطاجي ولا هذا غير يدير لايك. الا انت تفرجتي دير لايك ودير ابوني وبارطاجي هذا الفيديو. يلا بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف.